عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. النهارده بقى هرص معاكم كل المشتريات اللي احنا اشتريناها امبارح. هبتدي ان انا ارصها واحطها في العلب علشان خاطر نحافظ عليها. طول ما الحاجة موجودة في العلب او في البرطمانات هتقدري تحافظي عليها كويس جدا، ولا هتسوس ولا هتلطها رطوبة ولا هتتبهدل في الضرفة ولا كل الكلام ده. هترصيها في العلب، هتحافظي عليها وهتقعد معاكي فترة أطول، لأنك ممكن مثلا ما تستخدميش كيلو المكرونة كله فيفضل منه شوية. لو سبتيه مفتوح هيخشوا أي رطوبة وهيبقى مش حلو، هيسوس على طول. هنا أنا ابتديت إن أنا أقطع الزبدة، بحب إن أنا أقطعها. هنا بحط جزء إن أنا هطبخ بيه، لأن الطبق ده عندي ما بياخدش الكيلو كله، وهبتدي أقطع باقي الكيلو أحطه في علبة تانية بالورق الزبدة كده، واحطهم في التلاجة. دي عادي بطلعها عشان خاطر استخدمها في الطبيخ، والتانية برضو بستخدمها في الطبيخ بس بقطعها كده صغير. اوقات بحط كل قطعة في حتة ورق زبدة زي الشهر اللي فات لما عملت، واوقات بحطها كده طبقتين في بعض عشان خاطر ما يلزقوش في بعض، فبحط في النص بس ورق زبدة. لازم نحاول ان احنا نحافظ على الحاجة، لان الحاجة اسعارها بقت غالية اوفر، وحتى لو موجودة ما بيديكيش اكتر من حاجة. بجد الحاجة غليت جدا جدا اوفر، يعني ربنا يعيننا بصراحة، لان الوضع مش كويس خالص. في حاجات مثلا ممكن ان احنا نجيبها وما نستخدمهاش الشهر ده كله، فممكن ان انت تجيبي وتحطي، يعني تعينيها على جنب. افضل حاجة بصراحة العلب دي او اي برطمانات مثلا كبيرة شوية تقدري ان انت تحطي فيها الحاجة. بصوا كده، انا معايا كيلو شعرية وكيلو لسان عصفور، ولكن العلبة بتاعتهم لسه فيها شعرية، فمش هفضيها دلوقتي. اول ما تبتدي تخلص معايا الشعرية هبتدي ان انا اخد كيس الشعرية واحمره في الميكرويف. قد ايه بقى بيوفر عليكي وقت؟ فعلا هو بيوفر وقت ووقفة، بيوفر حاجات كتير جدا. يا دوبك انتي بتطلعي الشعرية تحطيها في الحلة وتحطي عليها اي مادة دهنية انتي عايزاها، بعدين بتحطي عليها الرز والميه السخنه، خلاص انت كده خلصتي، مش لسه هتقفي تحمري وكده. بس انا ما بفضلش الشعريه اللي بتتحمر هي واللسان عصفور في السمنه ويتعانوا في البرطمانات كده، لا انا ما بحبهاش، وما حاولش ان انا اجربها لانها ممكن تعفن مني. تمام. هنا برضو اللسان عصفور يا دوبك كده وهو متحمر بحطه في الشوربه على طول. الشوربه بتكون بتغلي، ده بقى اللي بعمله من غير اي مواد دهنيه خالص. لكن الرز بحب احط فيه مثلا معلقه سمنه او شويه زيت علشان خاطر يكون بيلمع ومفلفل وشكله حلو. هنا الرز برضو بحاول ان انا افضيه، لاني ما بحبش اخد، انا عن نفسي ما بحبش اخد من كيس الرز واحط، اخد مثلا نصه واسيب نصه كده بقى مفتوح، لا بحب احطه كله في العلب. بحب افضي كله في العلب وبخلص. بس لو مثلا جايبه نوعين رز بحاول ان انا افضي نوع نوع، عشان ما ينفعش ان انا احط الانواع كلها على بعض، لان بيكون في رز كل ماركه غير التانية. بس لكن لو انتي مثلا فكرتي ان انتي تجيبي مثلا شويه حاجات وتعينيها، صدقيني هتوفري عليكي كتير. وقيمه الفلوس اللي انتي عينيها دلوقتي، عقبال ما انتي تيجي تشتري بيها الحاجه هتكون قلت. يعني مثلا لو دلوقتي كيس المكرونه الكيلو ب15 جنيه مثلا، يعني عقبال ما انتي تيجي تشتريها يبقى ب18 جنيه. لا انتي هاتيه دلوقتي وعينيه، مش هيحصل له اي حاجه طالما انتي ما فتحتيهوش. اي اكياس ان انتوا هتجيبوها حاولوا ان انتوا تعينوها كده، ما تحطهاش في برطمانات ولا في علب ولا في اي حاجه. مثلا الدقيق حاولوا ان انتوا تعينوه في التلاجة. لكن السكر والمكرونه والرز والحاجات دي عادي سيبوها بره بس في اكياسها، ما تحطوهاش في برطمانات او هوا يلطها. بس كده انا ابتديت ان انا افضي كله. بس كده بقى زي ما انتوا شايفين دلوقتي ان انا بفضي كل حاجة من الأكياس بتاعتها وبحطها في المنظمات دي بتحافظ لي على الحاجة كويس جدا. بحاول دايما ان انا اغطيها دايما كويس عشان خاطر ما يدخلهاش اي هوا. كمان لما بيفيد بقى معايا مثلا في كيس المكرونة، لان العلبة مثلا ما بتاخدش كيلو مكرونة على بعضه، فلما بيفيد منها بحاول ان انا اقفلها باي مشبك. انا عندي مشابك ايكيا ممكن تقفليها باي حاجه، حتى لو مشبك عادي، ممكن تقفلي بيه الكيس بحيث ان هو ما يخشوش رطوبه، او ممكن تلفي الكيس تبرميه كده من فوق وبعد كده تروحي قلبه الكيس، برضو هيقفل معاكي الكيس كويس من غير اي مشابك. بقى فضيت كل حاجه بحيث ان هي ولا تسوس ولا اي حاجه خالص. كده افضل كتير. وزي ما انتوا عارفين
الحاجة بقت غالية جدًا. ممكن إن إحنا كمان مثلًا أنا جِبت دلوقتي عدس بجبة وعدس أصفر، الحاجات دي طبعًا بادخّلها في وسط الأسبوع أو مع أكلات الشهر عادي. مش شرط إن إحنا نعمل أكلات كلّها دسمة ومكلفة، طبعًا إحنا عارفين إن الحياة غالية ومش علينا إحنا بس، ده على الكل، يعني بصراحة ربنا يلطف بالناس كلّها يا رب إن شاء الله. هنا أنا جِبت كمان فول عشان خاطر أدمّسه، وجِبت كمان فول للطعمية عشان خاطر أعمل طعمية. بس هي كل حاجة بقت غالية، شوية الفول اللي ب5 جنيه بقوا شوية صغيرين جدًا، الطعمية الواحدة بقت بجنيه. لأ الحاجة بقت over، بقت over جدًا برّه، وإحنا كلنا ستات شاطرة بتعرف تعمل الحاجة في البيت. فإن شاء الله ربنا يعيننا، وإن شاء الله أزمة وتعدّي، وكله هيعدّي إن شاء الله. أنا طبعًا عارفة إن ال1000 جنيه اللي كانت بتجيب حاجات كتير جدًا، دلوقتي بقت بتجيب حاجات وتتعدى على الصوابع. ده شيء أنا عارفاه. مثلًا أنا دلوقتي باجيب، بس لمّا أنتِ مثلًا بتجيبي فيه حاجات فيها بالشهر، هتوفّر معاكِ جامد جدًا، زي مثلًا باكو الشاي لو بالشهر هيوفّر معاكِ، السكر، النسكافيه، البُن، كل الحاجات دي هتوفّر معاكِ جامد أوي، أوي، أوي لو جبتيها بالشهر. في مثلًا حاجات زي حاجات الأسبوع، زي الفاكهة والخضار والحاجات دي، لأ إحنا بنجيبها بالأسبوع، لأن ما ينفعش تقعد أكتر من أسبوع. لكن الرز والمكرونة والزيت والزبدة والحاجات دي كلها بتقعد أكتر من شهر عادي، مش هيحصل لها حاجة، لأن هي حاجات مش لازم تتحفظ في التلاجة. لكن الحاجات الخضار أساسا يعني بتبوظ على طول، فلو ما حافظتيش عليها. لكن ممكن تجيبي الحاجة كل أسبوع، وفي ناس بتجيب كل يوم، ربنا يعينها يا رب بصراحة. ممكن نشتري الحاجة كل أسبوع وكل يوم عادي برضو مش هتفرق. هنا أنا فضيت اللبن كله في برطمان، وحاول إن أنا أقفله كويس وأحط له معلقة، علشان ما يحطوش فيها معلقة مبلولة ويبوظ. ممكن ان انت تبدأي ان انت تعيني اكياس، مثلا لو في كيس سكر زيادة مثلا جبتيه، كيس رز زيادة، كيس مكرونة شعرية، ازازة زيت، كل الحاجات دي هتوفر معاكي على دخول شهر رمضان، اللي هم بلغنا رمضان يا رب ان شاء الله. فهتلاقي الحاجات دي وفرت عليكي كتير، لان احنا مش عارفين لحد ما يجي رمضان الاسعار هتكون عاملة ازاي. انا زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي بحب ان انا ارص الحاجة كده في العلب، واحافظ عليها من التراب. ونحاول برضو ان احنا نقتصد، اللي هو مش كل يوم لحمة وفراخ، مش كل يوم اكل مكلف. يعني مثلا ممكن نعمل زي ما احنا ما بنعمل، مثلا محشي مرة في الاسبوع، مرة شوربة عدس، مرة يعني كشري. نحاول ان احنا ننوع، بس برضو مش هنقدر ان احنا نحرم نفسنا خالص. يعني نشتري الحاجات اللي احنا محتاجينها قوي، ونحاول ان احنا نقتصد في الوجبات. لكن ما نقومش من على الاكل جعانين، ولا حد ولا نجوع عيالنا. يعني هو الاقتصاد او نقنن في الكميات مش معناته ان احنا نقوم جعانين من على الاكل وكل الحاجات دي، بس كل حاجة بالعقل يعني. نحاول كده واحدة واحدة. طبعا انا جبت اللبن البودر علشان هو بصراحة بينفع، يعني بينفع في الأزمات. لو أنا مثلا اللبن عندي خلص، لو أنا مثلا عايزة أعمل رز بلبن، كل الحاجات دي لا بصراحة بيوفر معايا كمان. لو هعمل مثلا البليلة بحط لها لبن بودر بيكون حلو جدا. لو هعمل كيكة، لو هعمل رز بلبن، لا هو حلو، حلو جدا كمان. وكانوا 400 جرام دول كانوا عاملين 69 جنيه. طبعا في فيديو المشتريات أنا كاتبة كل حاجة، كاتبة كل الأسعار كمان. جبت كمان النشا. النشا برضو هفضيه في برطمان. انا ما بحبش ما بع... انا مش ما بحبش ما بعرفش كمان ان انا اخد الحاجة من الكيس كده وبتبهدل معايا الدنيا خالص. بحاول ان انا اخد كده احطه في برطمان، والباقي بحطه في التلاجة. النشا خلاص كده انا خدت، احطه هقفله واحطه في التلاجة. انا حطيت برطمان في التلاجة، واحط العلبة دي تحت ايدي على طول بستخدم منها، والباقي الكيس احطه هقفله واحطه في التلاجة. النشا من عند العطار احسن كتير جدا جدا من النشا من السوبر ماركت والأكياس الصغيرة دي. ده ما بيربطش معايا خالص خالص يعني. والكيلو كان عامل 30 جنيه، برضو سعره كويس جدا. بالنسبة للزيت بقى بحب افضي كده في الازايز هو والخل. بيوفر عليا كتير، وبيكون قدامي بدل لسه ما اجيب من الضرفة يعني حاجات تبقى تحت ايدك كده على طول. طبعا لازم نحاول ان احنا نقتصد في الزيت. الزيت بقى غالي جدا، الازازة بقت غالية، وبصراحة ربنا يلطف بينا يا رب. طبعا انا ما عنديش قلاية،
القلاية ما عنديش، لكن باحاول ان انا اقتصد، ما باحمّرش طبعًا على طول، حتى ممكن ان انا احمّر في الفرن شوية حاجات برضه بتكون حلوة، بس هُم بالنسبة لهم البنات الحاجة حلوة لمّا بتتحمّر في الزيت بس. وهنا خلاص حطيت كمان الخل ده أنا جايباه مثلًا هاعمل يعني ده خل مش مركّز، بس خلاص كده ابتديت إن أنا مسحت الضرف، نزّلت كل حاجة فيها، كل العلب بقى مثلًا عندي العلبة الكبيرة دي علبة لسان عصفور، علبة شعرية، علبة الرز، أهُم هابتدي إن أنا أحطهم. طبعًا أنا قبل ما بابتدي خالص في حاجات المشتريات، باحاول إن أنا أمسح الضرف كويس جدًا، و وأكون بقى خلاص جاهزة إن أنا أحط الحاجات دي نضيفة. وكمان باغسل العلب دي بس كل شهر أو كل فترة باغسلهم، أو لو احتاجت العلبة إن أنا أغسلها باغسلها على طول. لكن ما باغسلهمش على طول عشان خاطر ما يعني باحاول كده ما يبقاش فيهم دايمًا مش مرطبين عشان خاطر الحاجة ما تبوظش مني. بس كده خلاص، بصراحة حاجات هتسهل عليكِ كتير جدًا. عارفة لمّا تاخدي الحاجة كده وهي متنظمة أحسن كتير ما تبقى كلها أكياس، كياس، كياس، كيس. يعني بصراحة موضوع الأكياس ده موضوع مزعج جدًا. ممكن كمان إن أنتِ تجيبي من برطمانات عادية أو أي علب عندِك وتحطي فيها الحاجة وتحاولي إن أنتِ تنظميها، أو حتى علب الجبنة اللي هي بالكيلو لما بتخلص ممكن تاخديها وتحطي فيها مكرونة او دقيق او اي حاجة. طبعا الدقيق ما بحاولش ان انا افضيه على بعضه لاني دايما بحطه عندي في التلاجة. بس كده خلاص انا حطيت كل البقوليات، حطيتهم كلهم في الضرفة. بحط كيس يعني كيس دقيق بس في البرطمان والباقي بحطه في التلاجة عشان خاطر يعني ايه، بحيث ان التلاجة هتحافظ عليه اكتر. حتى كمان التلاجة بتحفظهولي بالشهور، بيكون